يا مساء الفل. اهلا وسهلا بيكم. انا نهلة وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. البرنامج اللي بنلخص فيه اهم واقوى الافكار في 5 دقايق وبس. النهاردة حابة اتكلم معاكم في موضوع مهم جدا. النهاردة هنتكلم عن ازاي نتعامل مع الناس المحبطة. اكيد كلنا قابلنا حد محبط في حياتنا، سواء في الشغل، سواء بين اصحابنا او حتى في العيلة. الناس دي ساعات بتكون محتاجة دعم، بس برضو تصرفهم ناحيتك بكلام محبط ممكن يزود الوضع سوء. بس خليني برضو اقولك مش كل الناس اللي بتحبطك بتكرهك. احيانا هم مش قادرين يشوفوا ابعد من خوفهم. في الفيديو ده هشارك معاكم نصايح عملية وسهلة تساعدكم تتعاملوا مع الناس دي بشكل إيجابي وتحافظوا على نفسكم في نفس الوقت. جهز الورقة والقلم بتوعنا ويلا بينا. النقطة الأولى، اسمع لهم بإنصات. أول حاجة لازم تعملها لما تقابل حد محبط هي إنك تسمع له بجدية، مش بس تسمع عشان ترد. الناس المحبطة غالبا مش بتحتاج حد يحكم عليها أو يديها حلول معقدة، هي محتاجة حد بس يفتح لهم ودانه ويسمع لهم. في ناس بتحس بالراحة لما تحكي حتى لو ما تغيرش شيء، فلو حسيت إن حد محتاج يسمع خليك حاضر بتركيز واظهر له إنك معاه. النقطة التانية، ابعد عن التشجيع السلبي. كتير مننا بيحاول يشجع الناس المحبطة، بس احيانا التشجيع بيطلع بالعكس ويزود الاحباط. فمثلا لو قلتله ليه مش بتحاول اكتر، او انت بتكسل، الكلام ده ممكن يجرح او يزود احباطه. بدل كده استخدم كلمات ايجابية زي انا معاك، انا مؤمن بيك وانك تقدر تعدي المرحلة دي. الكلمة الطيبة أحيانا بتكون لها أثر أكبر من أي نصيحة. النقطة الثالثة، شجعهم على الخطوات الصغيرة. الناس المحبطة ساعات بيكونوا شايفين المشكلة كبيرة قوي ومش عارفين يلاقوا بداية، فلو قدرت تساعدهم يحددوا هدف صغير يقدروا يحققوه بسهولة، ده بيديهم دفعة نفسية ويشجعهم يواصلوا. مثلا لو حد محبط من شغله ممكن تقوله جرب مهمة صغيرة النهاردة وهتشوف الفرق في شعورك. النجاحات الصغيرة بتتجمع وتبني ثقة كبيرة. النقطة الرابعة، حافظ على طاقتك. مهم جدا انك تحافظ على نفسك وطاقتك، لان التعامل مع الناس المحبطة ممكن يكون مرهق جدا نفسيا. لازم تعرف تحط حدود. يعني لو حسيت ان الكلام بيأثر عليك بشكل سلبي خليك صريح مع نفسك وخد وقت للراحة. ده مش معناه انك بتتهرب، لكن لازم تدي لنفسك فرصة تستعيد قوتك عشان تقدر تساعد بشكل افضل. انا شخصيا قابلت مواقف كتير قوي مع ناس محبطة، وكانت تجربة تعليمية كبيرة جدا ليا، اتعلمت منها كتير. مرة كنت بحاول أساعد زميل في الشغل كان محبط جدا من ضغط الشغل، واتبعت معاه النصايح دي، وكان الفرق واضح في التغيير اللي حصل معاه مع الوقت. زميلي ده كان نفسه يقدم فكرة تطوير في نظام العمل في القسم بتاعه، لكن لما راح لزميله الأكبر منه قال له على الفكرة، كان الرد سيبك من الكلام ده، محدش هنا بيسمع لحد، هتتعب نفسك على الفاضي. زميلي ده رجع لورا وحس ان مفيش فايدة، رغم ان فكرته كانت ممكن تحسن الاداء وتقلل ضغط الشغل. ولما حكالي قلت له جرب تبعت فكرتك بشكل رسمي، اعرضها في ميتنج او حتى اكتبها في ايميل. دايما في فرصة، بس محتاجة شجاعة ومرونة. وافتكر دايما ان التغيير محتاج حد يبدأه. تجاربنا الشخصية بتخلينا نفهم أكتر
ونكون صادقين في كلامنا، وده بيقربنا أكتر من الناس اللي بنساعدهم. ونصيحتي ليك في الحلقة دي، افتكروا دايما إن الدعم الحقيقي مش لازم يكون بكلام كبير. أحيانا بنكون في حاجة بس لحد يسمعنا ويفهمنا. جربوا النصايح دي وقولولي في التعليقات ازاي حسيتوا بعد ما طبقتوها، وكمان شاركونا تجاربكم مع الناس المحبطة. مع بعض هنكون أقوى. حابين نسمع منكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل الحلقات اللي جاية. شكرا ليكم على المتابعة، واتمنى اكون قدرت افيدكم. تابعوني في الفيديو الجاي مع مواضيع وافكار جديدة مفيدة في 5 دقايق وبس. وافتكروا دايما شعارنا: افكار مركزة في وقت محدود. واشوفكم الحلقة الجاية.